الولد كان بيجي المطعم الليلي كل يوم الساعة 5 يبدل حتة عيش بساندويتش بيض صاحب المحل يزوده مايونيز ولانشون وخيار، وده كان أكل الولد الوحيد. يفطر وهو بيدرس ويعزم الزباين يتذوقوا معاه، وما كانش يعرف إن اللقمة دي هتبقى بداية قصة حب. بعد شهر البنت تيجي تشكره بعد ما حظها اتفتح من يوم ما دقت ساندويتشه، لدرجة إنها اشتغلت كعرض طباعة. ولما يدخل الولد تعزمه من ساندويتشها ياخد لقمة ويهرب من الخجل. صاحب المحل يقولها إن الولد فقير وبيشتغل في مكتب جرايد، يبدأ شغله من 3 الفجر، يسلم جرايد ويروح الجامعة، وبالليل يجهز لجرايد اليوم اللي بعده، وما عندوش وقت لاصحابه ولا خروجات. القصة تهز البنت، فتروح الجامعة تعترف له، زمايله يتعرفوا عليها ويطلبوا توقيع، فيحس إنه أقل منهم ويبعد. وبعد ما يمشوا يقولها إنهم من عالمين مختلفين ويرفضها رغم إنه معجب بيها. البنت ما تيأسش وتتصل بيها يوميا، لكن هو طول الوقت بيوصل جرايد. بعد شهر الجرايد تنشر خبر عن ظهورها مع رجل أعمال. الولد ينهار ويروح المطعم، وأخوات الكيمتشي يشجعوه يرجعها، فيقرر يقابلها ويبعت لها رسالة. لكن أول ما يوصل عند شركتها يسمع كلام عن البنت ورئيس الشركة ويحس بالنقص تاني. ولما تنزل تقابله تلاقيه مشي. تاني يوم الفجر البنت تيجي المطعم مستنية يشجع نفسه، لكن شركتها تطلبها تصوير فتمشي، وده يبقى آخر لقاء بينهم. وصاحب المحل يقول له إن البنت جت امبارح وقالت إن رئيس الشركة عرض عليها جواز، لكنها رفضت وحكت له عن الولد، والراجل ساب لها حرية الاختيار. ورغم إنها مش بتحب الرئيس لكنها شايفاه صريح، وطلبت من صاحب المحل يوصل رسالة للولد. الولد يسمع الكلام ويعيط.